دي هو هتساعدني ان يعني انا ايه شغال اتعلمه. ارجع. لا خلاص، ماشي. لا اتفضل. زي ما كنا بنقول من شويه ان كل مرحله في البيزنس بيبقى ليها الناس بتوعها، ودي ساعات بتبقى من التحديات في شركات كتير، ان هو احنا هنجيب ناس من باك جراوند كوربريت ولا من باك جراوند ستارت اب اكتر. انا شايف الاتنين مهمين بصراحه. قول لي رايك، شايف ده ازاي؟ وهل ده مفيد او مضر في البيزنس اللي انت عملته قبل كده او في البيزنس الحالي اللي انت شغال عليه؟ والله بص يعني، مش من الحاجات اللي انا ببص لها بصراحة. يعني مش بركز الشخص اللي انا هعينه ده جاي من باك جراوند كوربريت ولا ستارت اب. ما عنديش بريفرنس، اكيد بركز تمام، بس ما عنديش بريفرنس. يعني بحس ان هو ده عنصر من العناصر المهمة اللي بتعكس لك خلفية الشخص ده كان شغال في ايه قبل كده، او خبرته جاية في ايه بالظبط، او هيكون تبدأ تتنبأ هو هيكون متعود على ايه او هو عاوز ايه. بس على حسب احنا محتاجين ايه، زي ما انت قلت المرحلة اللي احنا فيها دي عايزة ايه بالظبط. صحيح. هل انا عايز حد يبقى عايز، خلي بالك برضو من حاجة مهمة أوي. انت مش شرط مثلا انت جاي من كوربريت باك جراوند ان انت تبقى جاي عايز تعمل سيستم وتشتغل في نفس الروتين ولو ما لقيتش، ولو لقيت ده ناقص فتكمله بنفسك. وانت ممكن تبقى سايب اصلا الكوربريتس علشان انت زهقت من الروتين وزهقت من السيستم، وجاي تشوف بقى حاجه تبيلد فروم سكراتش وتقعد تلعب زي ما انت عاوز. ممكن العكس، ممكن انت تبقى جاي من ستارت ابس وزهقت من كميه التغيرات اللي بتحصل وجو الستارت ابس والستارت اب سين والكلام الكتير الحمصي اللي بيتقال في الموضوع ده. ممكن ده يبقى اللي مزهقك وخلاك تسيب الستارت اب اللي فاتت وجاي على حاجه تبقى ستراكشر. مم. فاللي انا بشوفه ان هو لازم ان الاهداف الشخصيه للشخص اللي احنا هنعينه، ايا كان هو جاي من باك جراوند ايه، حتى لو فريش جراد، تمام. المهم انه يكون الاهداف اللي عنده الفتره اللي جايه هي أهداف متفقه مع الاهداف اللي الشركه حطها الفتره اللي جايه. صحيح. يعني ممكن من كلامك اقول لك او ان احنا ممكن نقسم الناس لثلاث انواع، امم. بغض النظر بقى هو جاي من ستارت اب او من كوربريت. لو احنا مثلنا الستارت اب مايند سيت بانها ناس اجايل وبتتحرك وداينامكس وتغيرات، او سبرنتس، الافيه اللي انت ضاحيه اه. اللي هو ضاحيه زي ما بيقولوا. نجري او ضاحيه. الكوربريت ده اللي هو حد بيشتغل بسيستمز وبنظام وعايز كل حاجه مظبوطه وفي بوليسيز وفي كذا كذا. مش شرط اكون في كوربريت عشان اتعلمه، ولا على فكره ممكن اتعلمه وانا مش في كوربريت، اه. وممكن الناس في كوربريت تبقى فيري اجايل اكتر بكتير من اللي في ستارت اب. فالستارت اب اجايل، الكوربريت سيستم. في بقى شخص ثالث انا شايف ان ده مهم جدا، مش شرط ان الناس تكون اشتغلت في الكوربريت بتعرف تستخدم سيستمز انها عندها قدره على بناء سيستمز. امم. ودي حته فيري كروشال. انت ممكن تنخدع وتجيب سي اكس او في اي بوزيشن خطير من كوربريت باك جراوند وتحطه في ستارت اب بتبتدي، او حتى ستارت اب بتسكيل، ولكن ما يبقاش عنده القدره ان هو اصلا يبني سيستم. ده حقيقي. فهنا بقى بتيجي المعضله، ان انا عايز حد بيتحرك بسرعه ويجري وننطلق، حد بيقدر ان هو يشتغل بسيستم، يبقى عارف حاجه معينه، تاسكس معينه بستراكشر محدد. المهندسين مش شاطرين قوي في الموضوع ده، يا عم فبيبقى لو ماشي شاطرين على بستراكشر حاجه ثابت، او الناس اللي شغالين في ماشي، الكوربريت مهندسين جامدين مش شاطرين قوي ماشي. في الموضوع ده. المثال الثالث بقى اللي هو الحد اللي هو عنده الاثنين، بالاضافه الى عنده قدره على بناء سيستم، وده بيبقى مهم جدا في البيزنس. بس سكيل بقى ليها مصطلح واسم دلوقتي، اللي سولو هي، برينير تقصد؟ لا مش سولوبرينور، لا اوكي. انتربرينورشيب، اللي هو اللي هو مش رائد اعمال، مش بيبيلد بزنس فروم سكراتش، بس بيبيلد within a business. اوكي. اللي هو يقدر اللي انت بتقول عليه ده، لو انا مش عايزه يخترع البيزنس كله، ولكن انا عايز حد يبيلد سيستم جوه ستارت اب، مهم. يبيلد اوبريشن ستراكشر واضح، مم. نقدر نريبيت ونقدر نوصل لحاجه. والمشكله اللي بتحصل كتير قوي من الناس اللي بتبقى جايه من كوربريت باك جراوند، اللي انا اوقات بشتكي منها، ان انت جاي من كوربريت
والسيستم على عيني وعلى راسي، وقد يكون السبب الرئيسي ان انت جاي هنا علشان تبني سيستم، بس مش نفس السيستم اللي اشتغل هناك هيشتغل هنا. ما هي بقى الاجيلتي، ان انت عندك القدره على بناء سيستم، بس السيستم مش كوبي بيست، يعني مش هاخد اللي هناك هطبقه هنا، بالظبط ولكن لازم تكستمايز فيه بناء على احتياجات البيزنس بتاعك. بالظبط اللي هو احنا لازم نراعي كويس قوي ان هو انت جاي من كوربريت وعايز تحط سيستم كوربريت، بس في الاول وفي الاخر احنا مش كوربريت لسه، احنا مم. عايزين نبقى. بس صحيح. يعني في اوقات اللي هو اللي شفته especially من different consultants ان هو لما بيجي يقول لك اعمل واحد اتنين تلاتة، ماشي واحد اتنين تلاتة دول انا نفسي اكبر واعرف اعملهم، بس انا في الوقت اللي انا فيه ده انا يعني ما اقدرش اعمل حاجة زي كده خالص. طب ممكن نقول في كده في النهايه، او بالفكره بتاعت الدوشه بتاعت التايتلز، نصيحه لاي حد اللي هو ما نركزش في التايتلز، نركز في الجوب ديسكريبشن والديوتيز اللي انت بتشتغل عليها، م. او مش الديوتيز ولكن المهام اللي انت بتقوم بيها من الاخر. انت هتفيدني في ايه زي ما انت كنت بتقول كده؟ انت ايه رايك؟ وده بس مش بتاع نصايح انت عارف يعني. بحس ان هو ما اكيد يعني ننسى المسميات مم. يعني. عارف احنا فاكر لما كنا بنتكلم في مره لما رحنا رايز اب السنه اللي فاتت ولقينا في ناس جايه رايز اب عشان تبقى جت رايز اب. انا هاجي معاكم كده. تيجي مع مين؟ معاكم. خلاص اللي يشوف حضرتك. اللي صح. هو ده انت مش هيفيدك باي حاجه، البيزنس بتاعك مش محتاج الاكسبشن ده في حاجه. رايز اب انت اكيد من اهم الايفنتس بتحصل في الستارت ابس في العالم العربي، وممكن حتى دلوقتي بقوا موجودين في اكتر من بلد تانية، بس هو مش مفيد خالص لناس، مش مهم. مفيد اطلاقا. هي دي الفكره، ان هو انت عايز تظهر في السين وخلاص، او تروح المكان اللي فيه ناس كتير، بس تحشرش نفسك. هل الناس دي، هل دي الناس اصلا ده الكاستمر سيجمنت بتاعك، الزبون بتاعك هناك، او يعني الحد اللي ممكن تتعامل معاه هناك؟ مش شرط زبون، ما انت ممكن تبقى محتاج انفستر، ممكن تبقى محتاج منتورشيب، ممكن تبقى محتاج تظهر في حاجات كتيره قوي ممكن تبقى تاخدها من رايزر. صح. هل ده اي حاجه من في ناس والله عارف ولا اي حاجه من رايزر جايه معاها خالص سكه، بس هو رايح عشان احنا بس في السين وكده. عارف قبل ما نقفل بس، عارف في حاجه تانية برضو كنا بنفكر فيها، أم، المنافسه اللي بتحصل ما بين ستارت ابس اللي ملهاش اي علاقه بالاندستري. يعني انت عارف الموضوع بيكبر ان هو انا عايز ابقى سي او، مهم. تمام، وعايز ابقى فاوندر، بروح اشوف الناس دي بتعمل ايه وبعمل زيهم وخلاص، مع ان انت دورك دلوقتي ان انت تدير الاوبريشن، مش لازم تبقى الشيف اكزيكتيف اوفيسر، ولا مش لازم يبقى في التايتل ده اصلا في شركتك، شركه لسه صغيره جدا. تمام. في حاجه تانية، انت بتلاقي دلوقتي انه في شركات بتبنش مارك على شركات تانية، مثلا يقول لك انتوا بتدفعوا سالاريز كام، احنا بندفع كذا، انا هعمل زيك، مع ان ده في اندستري فينتك وده في اندستري بروفيشنال سيرفيسز، بس مم. هما الاثنين طالعين في نفس الوقت. فبينسى خالص ان هو بيعتبر نفسه من الستارت اب سين، وبينسى ان هو في اندستري مثلا ثالثه خالص ليها علاقه بالمانيفاكتشرنج. مم. فانت يعني المفروض ان انت ما تدخلش تشوف، مش عشان احنا الاثنين كنا مع بعض في نفس المدرسه، انت دخلت هندسه انا دخلت طب مثلا، مش هنذاكر بنفس الطريقه، صح. مش هنذاكر نفس المواد. مم. مش هاخد كنا بناخد دروس مع بعض في ثانويه عامه، بس لما نخش الجامعه انت هندسه وانا طب مش هناخد نفس الدروس. فخلاص هنا لا يا جماعه بس نركز الله يرضى عليكم. بطل ورق. مش معنى مثلا ليتس سي مثلا ماني فيلز وجيم بول الاثنين بيعملوا حاجات عكس بعض خالص، عمرك ما هتلاقي جيم بول بتتعلم من، يعني اكيد في حاجات بتتعلمها من ماني فيلز والعكس، بس مش هتلاقيهم ان هم حاطين مش سالري هيكمبيتوا ستراكشر، مع هو بعض يعني. مش حاطين نفس الهيراركي. صحيح. تمام، مش حاطين نفس الاورجنايزيشن ستراكشر، مش هينقلوا من بعض. لا ده بيبص في ورقته وده بيبص في ورقته، كل واحد بيشوف تخصصه على حسب المجال اللي هو فيه، ايه اللي هو هيقدر يوصله للاهداف اللي هو حاططها لنفسه. صح. فاللي هو الكونكلوجن ان هو كل حد يبص في ورقته، بص في ورقتك وكل حد الله يرضى عليك. يركز في الشغل اللي المفروض يعمله بغض النظر عن المسمى بتاعه. حصل. اللي هتلاقيه مثلا بربع الثمن مثلا، حاجه كده. ممكن ربع الثمن او تلت الثمن. انا قلت له ايه احسن طاسه تعمل ستيك ممكن اجيبها، بتاع سيليكون يقول لك عشان تمسكها بيه. فانت ما جبتهاش. لا طبعا. التفصيله بقى بتاعت بتاع السيليكون اللي انت فوتها دي، ما هي دي الفكره، ان هو مفهوم كلمه توفير، ان هو انا في حاجه ممكن اعملها باكس، ممكن اعملها باكس ماينس رقم. طب هل بقى لسعه
الطاسه وعلاجها اسهل ولا لسعه البيزنس؟